إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين من ربه. فصلاة وسلاما طيبين على الحبيب النذير البشير لمحمد للعالمين رسول، لهو الهدى وإلى الورى قنديل. لأصلين على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما بقي في نفس ولست أميل. يا من ترجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما قبل أيها الأحبة الكرام الفضلاء، فإني والله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل ولزوم طاعته. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. نعم أيها الكرام، ولكن عذاب الله شديد. أين المفر؟ المفر من عذاب الله يكون إلى الله سبحانه وتعالى. فكل شيء لما تخاف منه تفر منه إلا الله سبحانه وتعالى. لما تخاف منه تفر إليه. فاسمعوا إليه وهو يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، لا يخفى عليكم أيها الفضلاء الكرام فضل أيام العشر الأوائل من ذي الحجة، ومن صام منها من أيام وانقضى وما بقي منها من أيام. فالمجتهد هو الذي يجد ويجتهد فيما بقي من هذه الأيام، ويجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يتحصل على الثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى، حتى يفوز بالجائزة العظيمة، حتى يفوز أيها الأحباب الكرام بالعتق من النيران يوم أن يأتي يوم عظيم، يوم عرفة. يوم عرفة وما أدراك ما يوم عرفة. ففي فضل يوم عرفة أيها الكرام، فالله سبحانه وتعالى قال فيه: هذا اليوم ليشهدوا منافع لهم وليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقد أقسم الله سبحانه وتعالى فيه في كتابه الكريم مما يدل على ذلك، فقال: وشاهد ومشهود. قال أبو هريرة رضي الله عنه: الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، والموعود هو يوم القيامة. وأقسم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى والوتر هو يوم عرفة. نعم أيها الكرام،
فمن فضائل هذا اليوم عباد الله يوم عرفة هو يوم التمام، هو يوم الكمال، هو يوم النعمة، هو يوم العطاء، لأن الله سبحانه وتعالى أكمل هذا الدين بهذا اليوم. فالله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن كثير: هذه هي أكبر نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة بأن أكمل لها دينها. نعم أيها الأحبة الكرام، فيوم عرفة هو يوم التمام، هو يوم عيد للمسلمين. فكما أخرج الإمام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود جاء إلى عمر بن الخطاب فقال له: إن آية في كتاب الله عز وجل تقرؤونها والله لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر بن الخطاب: وأي آية تقصد؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله أعرف أن هذه الآية متى نزلت وأين نزلت. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة. نعم أيها الأحبة الكرام، فأعياد المسلمين هي أعياد عبادة وشكر لله سبحانه وتعالى. وهل هناك أعظم من يوم أكمل الله سبحانه وتعالى فيه هذا الدين وأعز فيه هذا الدين؟ هو يوم عرفة، يوم يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من النيران. عباد الله، يوم عرفة يوم الرحمات، يوم العتق من النيران. هذا اليوم الذي يتجلى فيه الرب عز وجل على عباده، يباهي أهل السماء، يباهي أهل الأرض بأهل السماء. ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يباهي الملائكة بأهل عرفة، يقول: انظروا إلى عبادي جاءوا شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى كما غفر لأهل عرفة أن يغفر لنا وأن يعتق رقابنا من النار يا رب العالمين، وأن يبلغنا في العام القادم الوقوف بعرفة يا أرحم الراحمين. نعم أيها الكرام، فالله سبحانه وتعالى يشهد الملائكة في ذلك اليوم أنه يغفر لهؤلاء الواقفين بعرفة. أيها الكرام، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة وقد كانت الشمس تريد أن تغيب أن تنوب، فقال: يا بلال أصمت لي الناس. فقال بلال: انصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنصت الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال إن الله سبحانه وتعالى غفر لأهل عرفات ولأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر فقال: يا رسول الله، هل هذا خاصة لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر: كثر خير الله وطاب. نعم أيها الأحبة الكرام، هذا اليوم هو يوم العتق من النيران. هذا اليوم هو أكثر ما يعتق الله سبحانه وتعالى فيه من النيران، وتجد فيه الشيطان أحقر وأغلط من هذا اليوم. فالشيطان أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والشيطان أقسم فقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ولا شك أيها الأحباب الكرام أن الله سبحانه وتعالى يتنزل من الرحمات والعتق من النيران ما يغيظ بها الشيطان، حتى قيل أن الشيطان يحثو على رأسه التراب ويقول: يا ويلتى يا ويلتى أضللت ابن آدم طول العام. والله سبحانه وتعالى يغفر له في هذا اليوم. نعم أيها الأحبة الكرام، فيوم عرفة هو يوم الدعاء، يوم التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حاله في يوم عرفة
حاله أنه يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيها الفضلاء، هذا الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 10 مرات كان له عدل 4 رقاب من ابني إسماعيل. نعم أيها الأحبة الكرام، ففي هذا اليوم أيها الأحبة الكرام يتجلى الله سبحانه وتعالى، فالصادقون والصالحون كانوا يدخرون دعواتهم طول العام إلى ذلك اليوم العظيم حتى يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأدعية. فجدوا واجتهدوا أيها الكرام. فأيها الأحبة الكرام، من المستحبات ومن الأسباب التي يعتق الله سبحانه وتعالى فيها رقاب المسلمين من النار في هذه الأيام، أولا أيها الكرام صيام ذلك اليوم، فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحسبه على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها. أما الحاج فمنهي له من صيام ذلك اليوم لما فيه من تعب له أيها الكرام. أيضا من الأسباب التي يعتق الله سبحانه وتعالى فيها العد من النيران حفظ الجوارح وحفظ المحارم أيها الكرام، فلا بد للإنسان أن يحفظ جوارحه في هذه اليوم. أيضا الإكثار من شهادة التوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيين من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أيضا يا كرام، في هذا اليوم لا بد لنا من أن نكثر من التكبير والتهليل والتحميد، فهذا اليوم أيها الأحبة الكرام يوم التكبير والتحميد. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من هذه الأيام، فأكثروا فيها من التكبير والتحميد والتهليل. نعم أيها الكرام، والتكبير على نوعان: تكبير مطلق وتكبير مقيد. وأما التكبير المطلق فيبدأ أيها الكرام من غروب شمس آخر يوم من ذي القعدة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. وأما التكبير المقيد فيبدأ من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق الثلاثة. نعم يا كرام، فلا بد لنا في هذا اليوم أن نجتهد إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات. أيضا لا بد لنا أيها الأحبة الكرام من المكوث في المسجد والتذكير إلى الصلوات لما فيها من الأجر العظيم. فعندما تأتي إلى المسجد مبكرا فإنك ستحظى بفضائل عظيمة، ومن هذه الفضائل استغفار الملائكة لمن ينتظر الصلاة، وإدراك الصف الأول وما فيه من الفضل العظيم، وإدراك تكبيرة الإحرام. أيضا إدراك الدعاء بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم ويلي ولكم، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، لا بد لنا أن نستغل هذا اليوم بطاعة الله سبحانه وتعالى وبالإكثار من التكبير والتهليل والتحميد، فلا ننشغل بالذهاب إلى الأسواق وضياع الوقت في ذلك اليوم، لأنه أيها الكرام هذا يوم عظيم. أيضا يا كرام، من فضائل هذه الأيام مشروعية الأضحية. والأضحية أيها الأحبة الكرام هي أعظم شعائر الإسلام في هذه الأيام العشر، وذبح الأضاحي هي سنة أبينا إبراهيم عليه السلام. والله سبحانه وتعالى
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: فصل لربك وانحر. والله سبحانه وتعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم. نعم أيها الأحبة الكرام، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. والنبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يضحي كل سنة بكبشين أملحين أقرنين. نعم أيها الكرام، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح كبشا عن محمد وآله وكبشا آخرا على كل موحد من أمة محمد لا يستطيع أن يضحي. نعم أيها الكرام، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى من خطبته نزل عن منبره فأتى بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيمينه وقال: بسم الله الله أكبر، هذا علي وعلى من لم يضحي من أمتي. نعم أيها الأحبة الكرام، فالفقير الذي لا يستطيع أن يضحي فليستبشر أيها الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم خير البرية قد ضحى عنه أيها الأحبة الكرام. والأضحية حكمها أيها الأحبة الكرام اختلف العلماء فيها على قولين، فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة ومنهم من قال أنها واجبة. أيها الأحبة الكرام، لمن يستطيع أن يضحي وأراد أن يضحي فليمسك عن أظفاره وعن شعره ولا يقصه، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيهما أفضل يا كرام، أن يضحي الإنسان أو أن يدخر وأن يتبرع بهذا المال للفقراء؟ لا يا كرام، بل لا بد أن يضحي، فإن الأضحية لها وقت معلوم. أما إعطاء الصدقة للفقراء فإن ليس لها وقت محدد، فلا بد لنا أيها الأحبة الكرام أن نحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية لمن استطاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويتوفنا وهو راض عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا المردود ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا من فضلك وجودك أعطيته. اللهم يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا المرجو ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا من فضلك وجودك أعطيته. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم بلغنا يوم عرفة واجعلنا فيه من العتقاء من النار يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك الحج في العام القادم بإذن الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.